علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك من امتى واحنا نحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا، قولوا معانا اهلا رمضان جانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهارده ان شاء الله. الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم وينور رضاكم. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، فعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. فضلا منكم وليس امرا تدعموني بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدا يومنا كده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيت أبدأ الفيديو معاكم النهاردة كده بفنجان القهوة، حاجة كده بقى تفوقنا وتصحصحنا. وطبعا حبايبي اللي متابعيني عارفين ان انا مش بعرف خالص ابدأ يومي من غير فنجان القهوة ده، فربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب، ويرزقنا يا رب الستر والصحة وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. محتاجة منكم كده كلكم تصلوا على النبي في التعليقات، كل اللي بيسمعني دلوقتي في الدقيقة دي كده تصلي على النبي في التعليقات، فضلا منكم ناخد حسنات كده ويبقى عداد حسنات شغال. ربنا يا رب يكتب لنا كده النجاة، اللهم امين يا رب العالمين، ويسترها معانا دنيا واخره يا رب، اللهم امين. انا اليومين دول بجد محتاجه دعواتكم قوي، مش عارفه، كسلانه جدا 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 عن التصوير، ما عنديش اي شغف خالص ان انا امسك الكاميرا واصور. يعني حتى الفيديوهات معايا في التليفون مش عارفه امنتجها وانزلها، حاله كده غريبه. فالله المستعان. ان شاء الله الايام الجايه كده تبقى كلها حماس وطاقه ايجابيه، بدايه بقى عام دراسي جديد، وان شاء الله بقى هنقوم بدري وهنتشجع كده ان شاء الله مع بعض، ويعني سيستم حياتنا هيتغير، فان شاء الله نغيره كده للافضل. وان شاء الله نبدا بقى عام جديد كده كله طاقه ايجابيه ان شاء الله باذن الله. فانا بعتذر لكم جدا جدا، عارفه الفتره دي بقالي من ساعه تقريبا ما عملت القناه دي وانا مقله جدا في تنزيل الفيديوهات، مقله جدا في التصوير. طبعا كتير جدا من حضراتكم بيدخل لي على الخاص وبيسال عليا، فده والله العظيم عايزه اقول لكم انه بيديني طاقه ايجابيه، بيخليني ان انا عايزه اقوم واصور واشتغل عشانكم وعشان سؤالكم عني، وربنا ما يحرمني منكم. انتم نعمه والله العظيم، نعمه الاخوات ونعمه الصحبه الصالحه، ربنا يديمكم في حياتي يا رب، اللهم امين. رغيت كتير بس هما كانوا كلمتين كده كنت عايزه افضفض معاكم بيهم. فدعواتكم كده بتيسير الحال وصلاح الاحوال، اللهم امين يا رب العالمين ليا وليكم. الفيديو ده ينزل لكم يوم الخميس، فدعواتكم بقى في الليله المفترجه دي، ربنا يا رب يريح بالنا ويهدي سرنا ويصلح احوالنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين، ويفك ضيقه كل متضايق يا رب يا رب، ويزيل هم كل مهموم، اللهم امين يا رب العالمين. عملت فنجان القهوه، عايزه اقول لكم ان ده اصلا كان بقيت روتين، اخر روتين كنت نزلته معاكم اللي هو بتاع يوم السوق، ده كان بقيت اليوم لما قلت لكم انا هنزل معاكم بقيت اليوم. والله العظيم انا كنت مصوره اليوم كله، بس بجد مش عارفه انا كان مالي يعني، فالحمد لله وان شاء الله كده ربنا يقوينا جميعا. هنا بقى ايه، كنت هشوح اللحمه، فاللحمه كان جاي معاها كده قطعه دهن. عايزه اقول لكم ان انا بحب الدهن جدا في الطبيخ، بيدي نفس حلو جدا، وكمان دهون صحيه يعني احسن بكتير من السمنه المهدرجه والكلام من ده كله والزيت والحاجات دي. فلما يكون موجود عندك حته دهنه حتى لو مش هتطبخي بيها شيليها في الفريزر هتنفعك في وقت ما. فالدهن عامه من الحاجات الحلوه قوي 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 يعني، جميله ما شاء الله. انا عندي ماما بتشتريه من عند الجزار وبتسيحه وتحط عليه زيت وتحطه ببرطمان كده بتطبخ منه دايما يعني. انا بصراحه مش بشتريه، ولكن لما بيجي كده مع اللحمه انا بحاول بقى ان انا ايه يعني في نفس اليوم اللي انا هطبخ فيه كده ان انا استفيد بيها. لو مش هطبخ بيها بشيلها في الفريزر لوقت اجي اعمل فيه اكل خضار مش هعمل جنبه لحمه، بطلعه كده بتديني نفس اللحمه كده في الاكل. فانا حطيتها كده وسبتها على نار هاديه خالص لعند ما نزلت كل السوائل اللي فيها او كل الدهون اللي فيها زي ما انتم شايفينها كده، وبعدين شلتها عشان بقى لو ايه جت
كده تحت سنان جوزي ولا ولادي وهم بياكلوا، يومنا مش هيعدي. فانا بعد ما بسيحها كده بشيلها بقى خالص، بستغنى عنها. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نزلت بقى باللحمه كده، اديتها صدمه وبعدين قلبتها كده على الوش التاني. انا طبعا هسيب بقى الفيديو كده يشرح نفسه، وعايزه اشجعكم قوي 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 اليومين دول ان انت تبداي تجهيزات لرمضان وتبداي تفريزات لرمضان. اليومين دول الاسعار بتاعه الحاجه الموجوده حلوه جدا، اللي هي ممكن تتفرز. عندك الباميه والملوخيه خلاص بيشطبوا، فالحقي نفسك كده لو لسه ما فرزتيش، الحقي نفسك بجد. الحاجات دي منقذه، يعني حتى غير رمضان هي بتبقى موجوده عندك خير في البيت، منقذه جدا 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 جدا. يعني التفريزات، يعني في ناس بتبقى يعني معترضه على موضوع التفريزات دي ومش بتحب التفريزات، لكن والله بجد التفريزات حلوة جدا. دايما اختاري الطريقة اللي تفرزي بيها الحاجة. جربي طريقة واتنين وتلاتة، يعني شوفي عندي طريقة، شوفي عند غيري طريقة، وجربي كل الطرق وشوفي انهي طريقة هتنجح معاكي. يعني انا في الاول كنت بعمل كده والله، يعني كل ما اشوف حد بيفرز حاجة بطريقة كنت بغير الطريقة اللي انا ماشي عليها واعمل الطريقة. جربت كذا طريقة لحد ما الحمد لله نقيت احسنهم وبقيت افرز بيه. يعني البامية كنت الاول بقمعها وبمسكها الاول اغسلها وبعدين احطها في مصفى تصفى خالص وامعها، وبعد كده اشيلها في اكياس واحطها في الفريزر. بقيت احس بصراحه ان هي طعمها مش كان بيبقى احسن حاجه، يعني كنت بحس ان هي بتجلد، بتفتل، بتبقى بتعمل انسجه غريبه كده، فما كانتش بيبقى طعمها حلو خالص بصراحه. فلما جربت ان انا اعمل الطريقه اللي انا هعملها معاكم النهارده في الفيديو ده، اللهم بارك والله العظيم بتفضل عندي لاخر السنه. لما باجي اطبخها بتبقى كانها لسه جايه طازه، يعني ما شاء الله تبارك الله. بصراحه الطريقه اللي انا بعملها بيها دي حلوه جدا جدا جدا. طريقه الملوخيه كمان بقالي اكتر من 3 سنين انا ماشيه على الطريقه اللي انا فرستها معاكم في تجهيزات رمضان لما كنت عامله معاكم الملوخيه. ما شاء الله بتفضل برضو خضره وجميله، وحبيبتي اللي طلبت مني ان انا اعملها معاكم عشان تشوف هي فضلت خضرة زي ما هي ولا اسمرت، عشان هي كل ما بتفرزها، هي بتقولي كل ما بفرزها بكذا طريقة بتسمر معايا، فابقي اعمليها معايا مرة كده علشان نشوفها، لو كده ابقى اجرب الطريقة بتاعتك. فان شاء الله باذن الله انا صورتها بالفعل، وباذن الله تنزلك الفيديو اللي جاي ان شاء الله يا حبيبتي. الطريقة دي حلوة جدا جدا، وبتفضل معاكي الملوخية خضرة وجميلة وطعمها في منتهى الجمال. وبرده بيشكروا قوي في الطريقة اللي هي بتقطفيها وتسيبيها ورق زي ما هي كده، تحطيها في اكياس وتفرغي منها الهواء وتشيليها في الفريزر. انا عملت كذا كيس كده بالطريقه دي، وان شاء الله اجربها واقول لكم برضو رايي فيها. فلو هي هتبقى حلوه هتبقى اسهل، طبعا هي هتبقى اسهل بكتير، يعني احسن ما تقعدي بقى تخرطي بقى الملوخيه وتعمليها في ميه زي ما انا بعملها كده. لا انت يعني انا حطيتها بعد ما غسلتها كويس وقطفتها وسبتها تنشف تماما، عبيتها في اكياس وخرجت منها الهواء وحطيتها في الفريزر. وقالوا ان هي اول ما تطلع من الفريزر بتحطيها في الكبه على طول، تفرميها وتنزلي بيها على الشوربه على طول. فان شاء الله انا هجربها بالطريقه دي، وان شاء الله لو عجبتني برضو هقول لكم عليها. فيعني زي ما بقولك جربي طريقه واتنين وتلاته. بصوا بقى هنا الباميه المتفرزه اهي، شايفين خضرة ازاي ما شاء الله، دي من اول السنة، يعني اول ما طلعت على طول الكيس ده، من اول ما طلعت على طول. بصوا بقى من اهم الطرق اللي تطبخي بيها الاكل المتفرز اللي هو بتطلعيه من الفريزر على النار مباشرة، ما تسيبوهوش دقيقة. يعني انا ما بطلعش كيس الخضار الا لما اكون هحطه في الحلة على طول. فطبعا هي مغسوله ومتقمعه ونضيفه وزي الفل وكل حاجه، فبروح جايباها فاتحه الكيس وحاطه في قلب الصلصه على طول. وطبعا شفتوا طريقتي، حمرت البصلايه ونزلت عليها كده بقرن فلفل كده دقيته في الهون وكام فص ثوم، ونزلت خدوا تشويحه، وبعدين نزلت بطماطم متسبكه، وبعدين رحت جبت كيس الباميه من التلاجة وحطيته في قلب الصلصه على طول. واللحمه وهي داخله في سوا كده بروح جايه واخداها حطاها كده تاخد غلوتين مع الباميه، بتبقى طعمها في منتهى الجمال وبتطعم الباميه معايا كمان وبتكون حلوه جدا جدا. طيب طريقتي في تفريز الباميه عشان انا اتسالت عليها الفيديو اللي فات. الباميه انا بجيب ميه كده تغلي، بعصر عليها عصره ليمونه، اللي كنت بشيله بالمعلقه ده كان بذر ليمون. فبروح جايه عصره كده في الميه عصره ليمونه عشان الباميه تفضل معايا محتفظه بلونها الجميل. واول ما الميه تغلي او اول ما تبدا ان هي تغلي بروح نازله بالباميه كده دقيقتين 2 او دقيقه واحده، ما تكتريش، يعني يا دوبك بس تقلبتين كده وتقومي جايه شايلاها من الميه السخنه على طول. الطريقه دي حلوه يا ماما، الطريقه دي جميله جدا جدا، انا معتمداها بقالي اكتر من 5 سنين ما شاء الله، حلوه جدا جدا. يعني حاولي انتي مش تحطي الباميه في الفريزر زي ما هي كده، بجد بتبقى لا بتغير طعمها، بيغير وما بتبقاش احسن حاجه. الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا.
اهو زي ما انتم شايفين كده، ابدا ان انا اقلبها تقلبتين، واروح جايه شايلاها بقى من الميه السخنه، واروح جايه مفضيه عليها ازازه ميه من التلاجة، او اروح واخداها تحت الحنفيه. بس انتوا عارفين ان الحته حر والميه بتنزل من الحنفيه اصلا سخنه، فانا جبت ازازه ميه من التلاجة بردت بيها الباميه وخلاص على كده، وبسيبها بقى لعند ما تبرد تماما، واروح معبيها في اكياس وشايلها في الفريزر. الطريقه دي احسن طريقه تفرزي بيها الباميه، ما شاء الله حلوه جدا جدا جدا. طيب احنا كده اتكلمنا عن الخضار، وان احنا نحاول ان احنا بقدر الامكان البتنجان يا بنات حلو جدا جدا اليومين دول. هاتيلك شويه كده وقوريهم ودحرجيهم كده في معلقتين زيت، وسيبيهم لما يبردوا خالص، واعمليهم في اكياس وشيليهم في الفريزر. هيوفروا بقى معاكي وقت ومجهود. وكمان تيجي في رمضان الحاجات دي بتبقى اسعارها غالية جدا جدا جدا، فهتيجي في رمضان تطلعي من الفريزر وتعملي، فالحاجات دي بتنفع قوي 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 قوي. فالبتنجان اليومين دول هو عزه وجماله وحلو جدا اليومين دول. هاتيه كده واعمليه، اعملي لك كذا كيس كده وشيليهم في الفريزر. وزي ما قلت لك الباميه والملوخيه. عندك ايه تاني؟ عندنا المانجا خلاص برضو بتشطب وبدأ سعرها ان هو يرتفع، عشان بقى ايه داخلين برضو على الجوافه بدأت ان هي تكتر. هي لسه سعرها برضو مرتفع شويه، النهارده كانت في السوق ب25 جنيه، فاستني شويه كده لما تبقى مثلا لو ب10 جنيه تبقى حلوة جدا. هاتي برضو بتاع ده جوافة وفرزي. كل الحاجات دي خير في البيت. الطماطم كتير او اقول لكم ما تسيبوش الفريزر عندكم من غير طماطم، لان الطماطم ملهاش امان. في يوم وليلة بتبص تلاقيها ترفع رفعة جامدة قوي في يوم وليلة، اللي هو مثلا مش كانت ب5 تبقى ب7، شوية تبقى ب8، شوية تبقى ب10، لا هي كانت ب5 فجأة بقت ب15. الطماطم ملهاش امان، فدايما ما تسيبيش الفريزر عندك فاضي من الطماطم، خلي الطماطم دايما موجودة عندك. من الحاجات برضو الحلوة اللي هتوفر عليكي وقت ومجهود وجميلة جدا جدا جدا. فدايما كده خليكي تعرفي، عارفة اللي هو ايه، انتي رايحة السوق اعرفي هتستثمري الفلوس دي ازاي، انتي هتحطي ايه، هتجيبي ايه، هتعملي ايه. رتبي نفسك قبل ما تنزلي السوق، اللي هو مش تاخدي الفلوس وتروحي نازله على السوق فتبصي تلاقي نفسك اي حاجه بتقابلك بتجيبيها، وتلاقي نفسك كده دماغك تاهت وتهتي وانتي مش عارفه انت جبتي ايه وناقصك ايه. طب انا ايه ده الفلوس خلصت، ده انا ما جبتش كذا، طب انا هعمل ايه دلوقتي، ده انا كنت محتاجه اجيب كذا. فلا، انتي قبل ما تنزلي من البيت اعملي جرد للتلاجة، اعملي جرد للتربو بتاعك، شوفي ايه اللي ناقصك اكتبيه في ورقه، وتنزلي السوق عارفه انت هتجيبي ايه. اللي هو انت مش نازله على عماكي كده وخلاص، لا انا نازله عارفه انا هجيب ايه. انا هروح على الحاجه اللي انا محتاجاها اجيبها، وبعد كده اللي يتبقى معايا لو اتبقى معاكي يعني حاجه، وفي الايام دي مفيش حاجه بتتبقى طبعا بس يعني لو اتبقت معاكي حاجه ابقى اجيب بقى حاجه زياده عن اللي انا محتاجاه. فاهمه قصدي؟ فدايما كده رتبي اولوياتك، شوفي ايه اللي ناقص الاول، ايه الاهم فالمهم. فاهمين قصدي؟ فربنا يوسع علينا جميعا يا رب، ووسع ارزاقنا جميعا. فهي والله بتمشي بكتير بتمشي، وانا دايما اقول الكلمه دي، بكتير بتمشي وبقليل بتمشي، وهي بتمشي بستر ربنا وبفضله وبكرمه علينا والله العظيم. على قد ما هي يعني بيبقى توفيق من ربنا قبل ما تكون شطارة منك. يعني ربنا يرزقنا حسن التدبير دايما يا رب، اللهم امين. ويجعلنا كده يا رب ستات بيوت مدبرة، وعارفين ازاي نمشي نفسنا، وازاي نعمل الصالح لبيوتنا يا رب، اللهم امين. عايزه اقول لكم ان التصوير كان ظالمه والله، كانت خضرة وجميلة، بس هي اصلا الباميه كانت من اللي هي الباميه الحمراء. فالباميه الحمراء دي من احسن انواع الباميه لما تيجي تشتري باميه. فما شاء الله تبارك الله حلوه جدا جدا. انا كده خلاص اكتفيت تفريز باميه الحمد لله والشكر لله. فانت كمان لو لسه ما جبتيش الحقي نفسك كده بسرعه، وهاتيلك كده شويه لو كيسين 3 وفرزيهم. اهم حاجه بس لما تيجي تجيبيها تشوفيها وتبصي فيها كويس قوي ان هي كويسه ومفيش فيها اي حاجه لا قدر الله. بس فانا كده الحمد لله خلاص ما عدتش اجيب باميه بقى افرزها تاني كده، فضل ونعمه. انا فرزت شويه حلوين قوي. فكل واحده فينا بتجيب اللي هي محتاجاه على قد احتياجها، بس ما تجيبيش اكتر من احتياجك، عشان تعرفي ان انت تبقي ملمه بكل حاجه. يعني ما يبقاش بيتك ناقصه اي حاجه، ما اروحش شامله الفريزر باميه وما بقاش عندي حاجه تانية. فدايما كده خليكي ملمه بكل حاجه. فربنا يوسع ارزاقنا جميعا ويرزقنا يا رب الستر والصحه وراحه البال. وادعوا لي بقى، ما تنسونيش بصالح دعائكم في الليله المفترجه دي. ربنا يهدي حالنا واحوالنا جميعا يا رب، ويصلح حالنا واحوالنا جميعا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.